فجأة لقيت نفسي في قلب المشرحة، وكأنها لحظة واحدة بس بتخطف من عالم الأحياء لعالم الأموات. ومش أي أموات، دول اللي ماتوا ومحدش كرمهم بالدفن زي باقي الموتى، بل استحل موتهم وعرضهم عرايا قدام العيون عشان تتفرج براحتها، علشان المشارط تقطع في لحومهم وتنتهك أجسامهم. علشان كده ما استغربتش إن الجثث دي بتكون عايزة تصحى، عايزة تنتقم أو حتى ترقد في سلام بدون إزعاج الأحياء. وأنا كنت مزعجة ومتهورة وغبية جدا. بس التعليم مش ببلاش، انت ممكن تدفع حياتك تمن التعليم ده. وأنا كان كابوسي أول ما دخلت كلية الطب هي مادة التشريح. والأسوأ إني عرفت من طلبة أكبر مني إن العملي هنا مش زي أي عمل في كلية تانية. الكليات التانية المعيد بيشرح الجثث ويشرح وانت بس بتتفرج، أما في كليتنا وبما إن رئيس القسم بتاعها ماسك في إدارة مشرحة ذهنهم، فكان بيجيب جثث كتير جدا للدراسة، وما عندوش أي مشكلة إن طالب وهو بيتعلم إنه يبوظ الجثة. المهم إنك لازم تشتغل بإيدك، تفصل شريان عن اللحم بدون ما تقطعه، تشرح دراع بدون ما تيجي ناحية الشرايين، والأسوأ لما تيجي تشرح مكان الوجه والعين بالذات. أمور من حكيها ليا بس خلت قلبي مقبوض من أول يوم دراسة. وعدى أول أسبوع وكانت محاضرات التشريح كلها نظري، وعرفنا إن من أول الأسبوع ده هننزل المشرحة علشان العملي. واتقبضت قلوب كل الطلاب. مش سهل إنك تشوف جثة قدام عينيك راقدة على الترابيزة قدامك، ومش سهل خالص لما يبقى مطلوب منك تغرز المشرط بتاعك في جسمها. يا ترى هتسمع ايه وقتها؟ الجثة هتتألم، ولا فجأة هتمسك ايدك، ولا حتى هتفتح عينيها؟ هواجس مخيفة تخليك مش قادر تتكلم أو حتى تفكر. كان يوم الخميس آخر النهار، وهنبدأ العمل يوم السبت. ومعرفش ليه وقفت في الدور اللي بيوديك للمشرحة، لأن مبنى الكلية كان مقسوم، نص للدراسة والسكشن ونص للمشرحة والعيادات. وطبعا كان في باب حديد بيفصل ده عن ده. كان المبنى ساكت خالص بعد ما العيادات خلصت شغلها والتدريب والمحاضرات كلها خلصت. لقيت نفسي بقرب من الباب الحديد اللي بيفصل المشرحة عن الكلية في المبنى، والغريب إني ملقتش بتاع الأمن واقف. بصيت على الباب الحديد برهبة وقربت منه، دوست على المقبض ولقيته اتفتح. معرفش ليه كنت زي المهووسة، عايزة بس أقرب من المشرحة، عايزة أشوف الأوضة اللي هدخلها يوم السبت، عايزة أكسر الرهبة اللي في قلبي دي، لأني مرعوبة من ليلة السبت دي جدا. خايفة جدا يوم العملي إنه أصرخ أو يغمى عليا، وقتها هبقى مسخرة للكلية كلها، وأنا استحالة أسيب الموضوع يوصل لكل ده. مشيت في الدور اللي كنت سامعة فيه صوت خطواتي وأنا جسمي كله بيتراش، حاسة برهبة كبيرة. وقدام عينيا لمحت اليافطة مكتوب عليها المشرحة، واتقبض قلبي أول ما قريت الكلمة. حسيت إنه هيغمى عليا، بس كان لازم أحارب الشعور ده. كان في باب على اليمين، فتحته ودخلت. أول ما دخلت حسيت بكمية برود فظيعة، برودة بتخبط في عظمك وتخلي جسمك كله يقشعر. مرت عليا ليالي شتا باردة جدا، بس استحالة تلاقي برودة زي دي غير في المشرحة. كانت الحيطان والأرضية من الرخام الأبيض، وفي ضوء بسيط جاي من مصابيح صغيرة جوه الحوائط نفسها. مشيت خطوة ورا خطوة لحد ما وصلت لقاعة كبيرة. على يميني وشمالي كانت فيه أدراج ومكاتب، تقريبا دي مكاتب الموظفين. لقيت نفسي بعدها قدام باب صغير، فتحته ودخلت. كانت الإضاءة ضعيفة شوية. مشيت خطوة ورا خطوة لحد ما لقيت نفسي واقفة قدام جثث متغطية بأكياس بيضة شفافة، كانت ممدودة في هدوء تام، وكأنهم نايمين مش ميتين. رعب خام تقدر تحس بيه وانت واقف مكاني قدام كل الجثث دي. منظر مرعب مخيف جدا جدا، برودة وصمت وجثث قدامك نايمة في هدوء شديد. حسيت اني خلاص هيغمى عليا، وانا لو وقعت هنا هيجرالي حاجة. لازم اهرب من هنا بسرعة، بس رجليا حرفيا ما كانتش شايلاني.
حاولت أردد آية الكرسي علشان ربنا يقويني وأخرج من هنا، بس فجأة سمعت صوت قاسي بيقول انت ايه اللي جابك هنا؟ وقتها صرخت ووقعت على الأرض، جسمي كله انهار تماما، ما بقتش قادرة انطق بنص كلمة. بصيت لآخر الأوضة لقيت واحدة واقفة ولابسة روب أبيض وماسكة مشرط عليه دم. بصيت لها بفزع وأنا مش قادرة أتحرك أو أهمس حتى. لقيت ملامحها لانت شوية وقربت مني وهي بتقول ما تخافيش، ولقيتها وقفت قدامي ومدت لي ايديها علشان اقف. كنت بترعش، قلبي في سباق من السرعة. لقيتها طبطبت عليا وقالت انتي في سنة أولى صح؟ هزيت راسي وأنا جسمي بيترعش. لقيتها بتقولي وطبعا فضولك اللي جابك هنا زي عادة طلاب سنة أولى. بعدها ابتسمت ومع ابتسامتها الجسم كله استكان وبدأ الرعب يروح من قلبي. اتكلمت بصوت بينازع وقلت لها أنا آسفة إني جيت هنا. ردت عليا وقالت لي ما تعتذريش، أنا اللي غلطانة إني سبت باب المشرحة مفتوح، بس أعمل إيه بقى؟ عندي جثث لازم أجهزها اليوم السبت، وبعيد عنك الشغل كتير جدا. وبعدها مدت إيديها سلمت عليا وقالت لي أنا الدكتورة سميرة الطيب. ابتسمت لها وسلمت عليها وسكت خالص علشان تكمل، وقالت ايه بقى اللي جابك هنا؟ رديت وقلت لها كنت عايزة أكسر رهبة المكان. بصيت لي بصة غريبة وابتسمت ابتسامة غامضة وقالت تحبي تتميزي عن كل الطلبة اللي هنا؟ قلت لها طبعا. طيب تعالي معايا نجهز الجثة الأخيرة ونحقنها مع بعض، وهوريك إن الموضوع بسيط جدا. في الوقت ده وبالرغم إن جسمي كله اتلبش من كلامها بس كنت متشوقة جدا إني أشوف كل ده. مشيت وراها وأنا متحمسة قوي. عدينا من بين ترابيزات الجثث ودخلنا من باب في آخر الأوضة، وجواه زادت البرودة قوي. ولقيت نفسي في تلاجة الجثث. كل درج من دول فيه جثة نايمة. مجرد تفكيرك بس بده بيخلي جسمك كله بيدوخ واتزانك بيروح منك. فتحت درج منهم وطلعت الجثة قدامي، كانت متغطية بكيس شفاف زي باقي الجثث. شاورت لي بتشجيع علشان أكشف وش الجثة. حاولت مرة واتنين لحد ما شديت الكيس لتحت واكتشفت الجثة. كان شكلها مخيف جدا، زرقان حوالين عينيها وشفايفها ووشها أبيض زي لوح التلج. كانت جثة لواحدة بنت، وغصب عني افتكرت وانا بتكلم مع طالبة اكبر مني لما قالت ان كل التدريب بيكون لجثث رجالة، ممنوع منعا باتا عندنا ان تتكشف جثة لواحدة ست قدام الطلاب. استغربت احنا ازاي هنجهز جثة بنت؟ وقبل ما انطق بكلامي ده ركزت في ملامح الجثة ولقيت عينيا بتروح برعب ناحية تيكت على الدرج كان مكتوب عليه سميرة الطيب، ومسكت الرعشة جسمي كله. بصيت لها بفزع وانا متخشبة زي الجثة اللي قدامي. لقيتها ابتسمت وقالت يلا بينا. كنت تقريبا واقفة ما بنطقش ما بتحركش، حتى عينيا ما بترمش، كل حاجة واقفة حتى الزمن. لقيتها ادتني مشرط في ايدي وقالت لي عايزاكي تفصلي طبقة الجلد عن دراع الجثة. في الوقت ده أنا كنت متنحة وأنا ببص للاسم على الدرج ووش الجثة. وقتها كملت كلام وقالت بس بالراحة على جثتي علشان ما ازعلش منك. هنا بدأت واشهق بصوت مكتوم. كنت حاسة بقلبي بيقف والبرودة وصلت للعمود الفقري فخلت جسمي كله بينتفض. لقيتها وقفت قدامي. في اللحظة دي كانت عينيها بيضة زي التلج. بصيت لعينيها وانا لسه واقفة، كل اللي بعمله اني بنتفض. لقيتها بتشيل الجثة من الدرج وبتشاور على الدرج الفاضي بتقول عايزاكي تنامي هنا. ووقع عليا كلامها زي الصعقة من السما. لقيت صوتها بدأ يعلى وتتكلم بغضب بقولك نامي هنا يلا. كل اللي قدرت اقول وقتها جوايا يا رب. اتكلمت بصوت اعلى واعلى يلا نامي هنا يلا. في اللحظة دي بدأ جسمي يترفع وكأن حد بيشيلني ويحطني في الدرج.
ولقيت نفسي نايمة في درج الأموات، وشفت وشها بعينيها البيض، ووشها بيبتسم وهي بتقفل الدرج عليا. وأول ما قفلت عليا الدرج سمعت صوت بيقول حد جوه هنا، وبكل قوتي رميت جسمي بره الدرج. بصيت حواليا ملقتهاش، شفت بتاع الأمن بيقرب مني وهو مش فاهم حاجة. هنا بس سبت نفسي للغيبوبة ووقعت في ظلام دامس. صحيت لقيت نفسي على كرسي قدام الباب الحديد اللي بيفصل المشرحة عن الكلية. كان قدامي واقف بتاع الأمن عمال يرش عليا مية ويقولي يا أنسة فوقي. وهنا بس بدأت أصرخ بهستيريا، أصرخ وأصرخ وهو يحاول يهديني بكل الطرق. فضلت نص ساعة أبكي قدامه وأترعش وهو بيحاول يطمني بكل السبل. فين وفين لما هديت شوية وبدأت أحكي له بصوت مضطرب عن كل اللي حصل لي. وهنا كانت الصدمة لما عرفت إن سميرة الطيب دي كانت معيدة فعلا هنا، وكانت في يوم بتخلص شغل متأخر في المشرحة لوحدها، وتاني يوم لقوها ميتة ومحطوطة في درج من أدراج الميتين. وعشان يعرفوا سبب الوفاة شرحت في مشرحة الكلية، وكان السبب هو توقف عضلة القلب. الله أعلم هي شافت ايه يومها، بس هي جثتها خلاص اتدفنت، وإن اللي أنا شفتها دي والجثة كمان كل ده شغل عفاريت كانت هتتسبب في موتي كمان. الغريب إن اسمها ما اتشالش على الدرج تخليدا لذكراها، واتساب الدرج فاضي حتى يومنا هذا. خرجت مع بتاع الأمن بعد ما دخل وقفل كل الأبواب طبعا، وقف لي تاكسي وركبني فيه وروحت بيتنا، وأنا ناوية أسيب الكلية دي بكل اللي فيها. العمر مش بعزقها، بس للأسف ما سبتهاش.